ثلاثة أشياء توقف المصيبة قبل أن تصل إليك، سواء كنت على علم بتلك المصيبة أم لا. وهذه الأشياء سهلة وبسيطة، وبإمكان أي أحد أن يقوم بها، وجميعها ثابت بالقرآن الكريم والسنة الصحيحة. الشيء الأول هو الدعاء، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يرد القضاء إلا الدعاء. وقد كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. فردد هذا الدعاء دائما. الأمر الثاني صنائع المعروف، تتصدق على فقير أو تقرض مالا أو تساعد مسكينا أو أرملة أو يتيم أو ضعيف أو مظلوما تقف بجانبه، أو تصلح بين الزوجين أو بين مسلمين متشاحنين، وتساعد كبير سن. كل هذه الأشياء تكون كالحائط تصد عنك المصيبة. والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. الشيء الثالث والأخير هو كثرة الاستغفار لله. تستغفر الله وأنت تتفكر في معاصيك وتحاسب نفسك،